يا ترى إيه أخطر مسافة في حياتك؟ اللي بينك وبين الناس؟ لأ. طب اللي بينك وبين حلمك؟ برضه لأ. أخطر مسافة هي الفجوة اللي بين حياتك وبين اللي بتظهره قدام الناس. كل ما تكبر الفجوة دي كل ما حياتك الداخلية تبقى أضعف. تبتسم للناس لكن من جواك بتحس إنك بتمثل. تتكلم بثقة بس بعد ما ترجع وتقعد لوحدك بتحس إنك متفكك من جوه. العقل بيكره التناقض وده علماء النفس بيسموه التنافر المعرفي cognitive dissonance. لما تعيش صورة بره مختلفة عن حياتك بتدخل في حالة صراع مستمر بين أنا اللي جوه وأنا اللي بره، والصراع ده مش بيعدي من غير أثر، بيسرق منك طاقتك، بيخليك دايما مرهق وبيقربك خطوة خطوة من الاكتئاب. في دراسة مشهورة لليون فيستنجر بتقول إن الإنسان اللي بيعيش في تناقض مع نفسه بيحس بضغط نفسي رهيب، والعقل بيفضل يحاول يقلل التناقض ده بأي طريقة، ساعات بالإنكار وساعات بالمبالغة في إظهار صورة وهمية، وده اللي بيخلي جواك أنا مزيف وأنا حقيقي بيفضلوا يتصارعوا طول الوقت. كل يوم بتخفي جزء منك عشان ترضي الناس، وكل مرة بتعمل كده بتبعد خطوة عن نفسك، بتحاول تبان قوي بس الحقيقة انت بتتاكل من جوه. تفضل تقول أنا تمام لكن جواك في صوت بيقول أنا تعبت من التمثيل. وسؤالي ليك، هو أنت فعلا بتعيش حياتك ولا بتعيش الدور اللي الناس عايزينك تعيشه؟ يومكم جميل.